بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قوانا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة جديدة تأملاتي على الشعر. آه يعني أنا مش معارض، أنا ماليش في السياسة أصلا، وأنا مش معارض أو مؤيد لأي نظام أو أي شيء أو أي تكتل حتى علنيا. وبعتبر ان كل انسان قابل للخطا والصواب، سواء كان سياسي، سواء قائد، سواء رياضي، سواء اي نوع من انواع المهن او الحاجات، السياسات او اي شيء. انا ليس في قابل للخطا وقابل للصواب. كل انسان معرض للخطا ومعرض للصواب. لكن عندما يتعلق الامر بمصلحه بلد واقتصاد بلد وتاريخ بلد، الأمر يختلف. نريد المعارضة الإيجابية. المعارضة بتنور على الأغلبية، لابد أن تكون هناك معارضة. على هذا الأساس أبدأ هذه الحلقة أتحدث عن هذا النظام. تتحدث عن نظام عبد الفتاح السيسي، الرئيس السيسي، وشوف العيوب لكي نصلحها، وإذا كان في إيجابيات ندعمها. عايز أقول قبل ما أبتدي هذه الحلقة، عايز أقول عشان ما الناس ما يقولوش إن أنا حاقد أو أي شيء أو معارض وخلاص. أنا هذكر بقى أول حاجة، هذكر المزايا، يعني الحاجات اللي لصالح عبد الفتاح السيسي وهذا النظام. طبعا ده إنصاف، يعني لازم في أي واحد ليه معارض للخطأ ومعارض للصواب. زي عبد الناصر طبعا انا كنت بهاجمه على طول، كنت بهاجمه لان طبعا يعني ده حاجه مفروغ منها. لكن عبد الناصر ليه مزايا، زي ان هو كان بيناصر الحركات الثوريه في العالم، وكان ليه وجهه نظر معينه في الزعامه وكذا في القوميه العربيه. دي كلها ممكن تعتبر مزايا اذا كان الموضوع تم بدون نكسه يونيو. عبد الناصر كان ليه تأييد بأيد الحركات الثوريه في العالم، وكان مناصر للفقراء وكذا وكذا. لازم ننصف الرجل. يعني وانا مش معارض عبد الناصر على طول، ده الكلام نفسه اللي بقوله على عبد الفتاح السيسي. نشوف بس، اول حاجه نشوف اذا كان في مزايا. اول حاجه اللي هو محافظه على السلام، طبعا ميزه. تاني حاجه اللي هو يعني الناس اللي قبليه، حسني مبارك لما توفى راح عزه وبيحب السادات انه عامل السلام وكذا وكذا، ومصر وما تذمرش من الناس اللي قبليه وما اعترضش على الناس اللي قبليه. دي هي تعتبر في صالح نظام عبد الفتاح السيسي. لكن لاني اعارض لكي اضيء الطريق على اصحاب الراي حتى يستشهدوا به. انسان قارئ، انسان اديب بدون ان اقول انا والعظمه لوحده. في هذه الحلقة سأفند الأخطاء حتى أصحاب القارئ يستنيرون به رأي المعارضة، والمعارضة مهمة. دي بمقدمة حبيت أقولها على هذه الحلقة. يعني معلش أنا سامحوني لما أقول إن تفكير الرئيس السيسي تفكير متواضع، محلي فقط. في فرق المحلية والعالمية. يفرق بين عمر الشريف واسماعيل ياسين. عمر الشريف الراجل العالمي اللي وصل، يعني خد اوسكار في فيلم اسمه دكتور زيفاج وخد عليه اوسكار، وراجل وبيمثل مع صوفيا لورين ويعني ونستاسي كنيسكي، ويعني ممثل مع ممثلات عالميات وخد جوائز اوسكار. عارف اسماعيل ياسين له تهريج وهبل. ده الفرق المحليه والعالم. ده في عالم السينما. في عالم الكتابه شوف الفرق مثلا بين نجيب محفوظ وعلاء الاسواني والناس المحليين والرغيف المحلي، الناس اللي بيكتبوا اي كلام. ده الفرق بين المحليه والعالميه. للاسف السيسي من النوع المحلي، ما يبصش الى الداخل فقط، الى تحت اقدامه فقط، ولا ينظر الى السياسه الدوليه والسياسه العالميه وسياسه مصر بشكل عالمي.
وشفنا في أخطاء في البروتوكول في الأمم المتحدة وكذا وكذا، أخطاء في البروتوكول، يعني يعني برضه مش يعني يعني ده مش موضوع. نشوف بقى إزاي إن هو محصور في الداخل فقط. إحنا عارفين إن هو أصلًا كان في المخابرات هذا الرئيس، وقبل، وأنا قُلت قبل كده في حلقات ماضية إن المخابرات بتاعتنا للأسف بدل إنها تتجه للخارج لكي تدعم موقف مصر في مجالسات يعني جمع المعلومات عن يعني ومجابهة أعدائنا في الخارج كالموساد وكذا وكذا. للأسف المخابرات بتاعتنا بتلعب دور يعني غلس وفي ندالة بإنها بتبص للداخل، بدل ما تجابه أعداء الخارج، تحاول إنها تغتقل الناس المعارضين الداخليين وتنكل بهم. ده من عهد عبد الناصر، وشفناه بعد النكسة بالذات وقبل النكسة. صلاح نصر وشمس بطران، الناس اللي بتوع المخابرات اللي على اللعبة القذرة اللي كانت بتلعبها المخابرات من عبد الناصر، وللأسف ممتدة الآن إن المخابرات بص جوه بس، مش قادرين يواجهوا العالم الخارجي. مفيش إمكانيات، مفيش عبقرية في الفكر، مفيش ابتكار في الفكر، مفيش تطور في الفكر، كله بيبص لجوه بيبص. ده بالنسبة لي أول شيء في عيوب نظام السيسي، عبد الفتاح السيسي. يعني ده بالنسبة للعالمية والمحلية. وشر البلايا ما يضحك، شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. بالله إن هو أول ما جه مسك الحكم للأسف قال مفيش محسوبية وفي شفافية. شر البلية ما يضحك. معين ولاده الاثنين في المخابرات لكي يضمن ولاء الجيش ليه، ويضمن يعني وانا عايز اقول ان الزعيم المحترم ينزل الجماهير. اي زعيم محترم سات نزل الجماهير، عبد الناصر نزل الجماهير، قذافي للاسف اللي هو كان مجنون ليه، حتى ما هو مع عنه مجنون لكن نزل الجماهير، صدام نزل الجماهير. الا هو حط نفسه في برج عاجي، كل ما يعمل اجتماع يعمل في قاعه مغلقه، مفيش اتحاد بالجماهير، مفيش احساس بنبض المواطن العادي. ثاني خطأ، أول خطأ إن هو أول خطأ إن هو محلية شديدة، مفيش نظرة عالمية، مفيش نظرة شاملة للأمور، مش قادر يقيم العالم ماشي إزاي ويوجه سياسة الدولة بحسب ما سياسة العالم بنظرة شاملة كالسادات الداهية اللي كان عالمي جدا رغم أخطائه. كان الناس وقدر يأسر أمريكا والغرب وراح خطف البرلمان الأوروبي، وكان ليه شنة ورنة في العالم الغربي، لدرجة إن 4 مجلات عالمية سنة 99 بعد السلام نشرت صورته في مع فعال غلاف، مجلة التايم، مجلة نيوزويك، مجلة ديرشفيك الألمانية، يعني مجلات كتير نشرت صورته على الغلاف. يعني فين العالمية؟ يعني للأسف حاجة إن هو أصلا ده أول خطأ، إن هو راجل محلي مش عالمي. تاني حاجة إن هو نادى بعدم المحسوبية، وهو أول من عمل المحسوبية. يعني يعني ده شر البلاوي. واللي برهن على إنه محلي ومفيش نظرة بعيدة للأمور، إن بعد توليه الحكم كنا عارفين طبعا على الغرب مصر هي ليبيا اللي كان يحكمها المجنون القذافي. بعد انتهاء حكم القذافي للاسف حصل ان كان في حكومه انتقاليه المفروض كانت تحكم ليبيا، كان ماشي الامور ماشيه بسلام في ليبيا. لكن حصل ان واحد اسمه خليفه حفتر، ده راجل لواء في الجيش الليبي، عمل انشقاق في الجيش وعمل مركز في بنغازي للمقاومة، لأنه يناهض الحكومة الشرعية في ليبيا اللي كانت ستكون صمام أمان لليبيا، وعمل مناهضة ليها وعمل معارضة وعايز يستولي على الحكم. ناجد بن السيسي عمل غلطة كبيرة لما أيد خليفة حفتر هذا الرجل
وفي بعد مرور سنتين على هذا التأييد، تأييد يعني جارف، العالم الغربي انتقد هذا التأييد لحفتر، وقف مع الحكومة الشرعية الليبية، وأصبح في خال في الميزان في العلاقات بين مصر والغرب، عكس السادات، عكس مبارك اللي كانوا مع الغرب. والغرب طبعا هو للأسف مسيطر على العالم رغم من عيوبه. ده يعتبر ثالث خطأ في أخطاء السيسي. يعني نشوف، عايزين المصريين يبصوا نظرة شاملة للأمور، نظرة عالمية، ويكفي ما حدث في النكسة. النكسة 67 كان الراجل بيطبل لعبد الناصر على طول ويهلله محمد حسين هيكل، كان رئيس تحرير الأهرام. وشوفنا ازاي ان في اول يوم في النكسة الفضيحة الكبيرة لما قالت اسقطنا كذا وكذا، وتاني يوم اسقطنا كذا وكذا، والناس العقلاء وقتها هم اللي فتحوا اذاعة لندن، اذاعة صوت امريكا، اذاعة مونte كارلو، بتقول الحقيقة. نفس اللي حصل ساعة اغتيال الرئيس السادات، حصل ان الاغتيال حصل الساعة 2 في المنصة، الساعة 2 الظهر. حصل تعتيم من الساعة 2 للساعة 5 للساعة 7 المغرب، ما حدش عارف حاجة، كله تعتيم تعتيم. الناس الفاهمة والواعية فتحت لندن، إذاعة لندن التي أذاعت نبأ اغتيال الرئيس. نظر شمال الأمور لازم تتحلل، ما تبصش لبره جوه بس. الناس اللي جوه دول بيطبلوا ومنتفعين، حتى وزير الأوقاف، حتى شيخ الأزهر، حتى الرموز الدينية بيأيدوا ويهللوا بينافقوا. ده شيء عجيب لابد نتخلص منه. وانا قلت عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر رجل لقتلته، السادات قال لو كان الحقد رجل لقتلته، انا بنظره متواضعه جدا بقول لو كان النفاق رجلا لقتلته. يعني احنا يعني استعرضنا في هذه الحلقه عيوب السيسي، وشوف يعني يعني برضو الوعود يعني احنا مديونين ب 100 مليار، فوق ال 100 مليار. نعمل مشاريع تانية مش هيجي نتاجها الا 10 15 سنه بمئات المليارات، واحنا مديونين بمئات المليارات. يعني ده حمل كبير على الميزانيه. مش عايز اقول مساله التعويم كذا وكذا، وحتى دلوقتي تلاقي الدولار فوق 70 جنيه، يعني مهزله ويعني حاجه غريبه. يعني وكل ما تحصل ازمه في الدولار يجري على دول الخليج ليحل ازمه طارئه، يديله كم مليار يحل الازمه طارئه، وتجدد الازمه. يعني النظام ما ينفعش، وده النظام عايز يقعد في الحكم اطول مده. والدليل ان هو اول ما يغير في الدستور يعني حاجه غريبه. انا قلت في اول مزاياه حتى لا نكون مغالين وبنعارض لو عنده خلاص. قلنا في ميزتين، ان هو ما تنكرش الوسائل اللي قبله، وانه محافظ على السلام. يعني تستغرب بيقول لي سلام ايه وبتاع، لا السلام مهم جدا، احنا مش قد امريكا واسرائيل، ومش عايزين نغلط عبد الناصر لما طلع في المؤتمر الصحفي الشهير قبل النكسه بيومين، قال هنرمي امريكا، هنرمي اسرائيل في البحر الاحمر، في البحر. يعني ده تعالي ويعني ده شيء يعني مزري. وانا قبل كده قدمت حلقه في بعنوان ان في تشابه جامد بين عبد الفتاح السيسي وعبد الناصر في مساله حكم الفرد، وازاي في عهد عبد الناصر اللي هو انها حكم بالهزيمه الغريبه، وحكم السيسي ان عبد الناصر عن الاتحاد الاشتراكي تكتل سياسي واحد. الان في عهد السيسي التكتل تحت مصر تكتل سياسي واحد. فين الاحزاب؟ فين المعارضه؟ المعارضه دي يا حبيبي، المعارضه دي بتنور على الحكومه، بتنور على ظل الحكومه، ده لمصلحه الشعب. اي نظام ديمقراطي في العالم، الدول المتقدمه الغنيه، احنا قلنا ان الحريه مرادف للرفاهيه. الدول اللي فاهمه بتهدي مساحه للمعارضه، لان اصلا حاجه غايبه عن ذهن المصريين او الناس معظم البسطاء، ان المعارضه بتنور على الاغلبيه. لو كان في اغلبيه في معارضه، مفيش اغلبيه في معارضه. يعني تكتل سياسي واحد اسمه تحيا مصر، وكله بقى يد الرئيس، واللي بيخش انتخابات الرئاسه ضد الرئيس ناس من اصدقائه،
واي حد بيكون ليه موقف مشهود فيه مسألة انتخابات الرئاسة بيزاح أو يسجن، زي سامي عنان اللي خد حكم 7 سنين، زي أحمد طنطاوي على له تهمة. يعني أنا لا أغالي ولا أتجنى على أحد، وده كله لمصلحة الوطن، مصلحة بلدي مصر. أنا راجل اتغربت وعشت بره كتير وعارف الديمقراطية إيه وكذا وكذا، وإزاي الناس بتعتز بالديمقراطية وبتعتبر الحرية مرادف الرفاهية، وإزاي لازم يحترم الرأي الآخر في الدول المتقدمة والدول اللي فيها رفاهية. ده كان كلامي النهاردة، وهذه الحلقة كانت بعنوان وعود السيسي السم في الدسم. للأسف السم في الدسم. أرجو إن يعني الناس تعي هذا جيدا، ويكون عندهم متنورين، يكونوا عالميين في التفكير، زي ما قلت الفرق بين عمر شريف وإسماعيل ياسين، أو عن نجيب محفوظ والكتاب اللي بيكتبوا كذا أي كلام زي ده ساخر ملوش معنى. ده كلام عايز أقوله. وفي النهاية أقول: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سيد الرسول.